يقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة خلقنا لعبادته. والعجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. فلاحظ كيف أن الله جعل الحكمة من خلق الجن والإنس هي عبادة الله سبحانه وتعالى، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الدعاء هو العبادة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أهم أمور العبادة التي خلقتم لأجلها هو دعاء الله سبحانه وتعالى. والسبب في ذلك أن الدعاء يجمع بين العبادة القلبية والعبادة الظاهرة. فالإنسان حينما يدعو الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون متعلق بالله عز وجل، لا بد أن يكون متوكل على الله عز وجل، لا بد أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، لا بد أن يثق بالله سبحانه وتعالى، لا بد يعتقد أن الله على كل شيء قدير، لا بد أن يعتقد أن الله الخالق، أن الله الرازق المحيي المميت المدبر المعافي الشافي المغني سبحانه وتعالى. وفوق ذلك ما يتعلق بالظاهر، بأن يتكلم بلسانه، بأن يرفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى. فالدعاء يشمل عبادات القلب وعبادات الظاهر. ويضاف إلى ذلك أن كل مسلم على وجه الأرض إما أن يرجو شيئا في الدنيا وإما أن يرجو شيئا في الآخرة. يعني تكون عنده أمنية يتمناها في الدنيا أو أمنية يتمناها في الآخرة، هذا يتحقق بالدعاء. وإما أن يكون الإنسان يخاف شيئا في الدنيا أو يخافه في الآخرة فيدفعه بالدعاء. أو أن الإنسان يكون عنده حاجة لا تتعلق لا بخوف ولا بشيء من الأمنيات، لكن عنده حاجة يحتاجها. إنسان أصيب بالمرض، شخص أعزب ويريد الزواج، شخص عنده معصية يريد الانفكاك منها، وحاول وحاول وحاول. إنسان يريد الولد، إنسان يريد الزواج، إنسان يريد من الله سبحانه وتعالى أن يوفقه للحج للعمرة. فالحاجات الدنيوية أو الدينية كلها يمكن أن تقضى بالدعاء. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال ربكم ادعوني، ما الذي يترتب على ذلك مباشرة؟ أستجب لكم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الله عز وجل ما قال فقل إني قريب، من بيان استعجال الإجابة وحصول